باتمان طلع بيلعب فالورانت لا وكمان مشجع لسنتينلز، وكان شاهد على تأهلهم إلى ماسترز تورونتو اللي صارت على الأبواب. وخلونا نشوف مين المتأهلين. من نورث أمريكا كان في المركز الأول G2 وهم المرشح الأول للبطولة بنظري. أما على المركز الثاني كان السين سيتي محبوب الجماهير. في المركز الثالث وبقيادة الآيس كولد أسباس تيم MIBR. أما عن EMEA فتأهل بالمركز الأول فناتيك، وعودة بنجي فيشي وفريقه هيريتكس إلى الساحة بالمركز الثاني. في المركز الثالث هيكون الحصان المركوب. نروح للريجون الممتع باسيفيك، وكان في المركز الأول RRQ، وفي المركز الثاني فريق المفضل جنجي، والثالث كان BRX العائد بقيادة فورسيكن. وللعلم T1 اللي هو البطل السابق ما قدر يتأهل. نروح للصين، وفي المركز الأول تأهل XLG، في المركز الثاني بيلي بيلي، وفي المركز الثالث ويلفرهامبتون. البطولة راح تبدأ يوم 7/6 وأكيد راح تكون من أقوى البطولات. احكي لنا توقعك للبطل.